تعمل ايه عشان يكون عندك ستارت اب؟ هات فكره، اكتب خطه، دور على ممول، خلص اجراءاتك القانونيه واسس مقر، اختار فريق عمل، اعمل براند، اسم، لوجو، سلوجن، سوق لنفسك. مبروك، الشركه نجحت. بالسهوله دي؟ لا طبعا. انا سلمى الأزاز وده علم الجيم. الإحصائيات بتقول إن 10% بس من الشركات بتنجح و90% بتفشل. متخيل الرقم؟ لو عايز تعمل ستارت اب فعلا ناجح، هبدأ معاكم من الأول خالص. الفكرة، كل الشركات الناشئة لازم تقوم على فكرة مميزة، تكون غير تقليدية وقابلة للتوسع والنمو. ونصيحتي ليك ما تدورش على فكرة، دور على مشكلة. أيوة، لأنك لو لقيت مشكلة بتواجه شريحة من الناس ولقيت الحل، شركتك هتكون رائدة في مجالها، زي مثلا أوبر، سوافل، وعلي إكسبرس. بس اوعى تستسهل وتعمل كده، ما تدورش على جوجل، اسأل الناس حواليك واسمع مشاكلهم منهم وهيجيلك الإلهام والفكرة الجديدة. ومش شرط تكون حاجة ما اتعملتش، ممكن تطور خدمة أو منتج موجود. يعني من الآخر كده ما تحاولش إنك تخترع العجلة في كل مرة. وأول ما توصل لفكرتك لازم تحميها، يعني ما تمشيش تتكلم عليها مع كل الناس. ولو بتعرضها على شريك أو ممول، اطلب منه التوقيع على وثيقة عدم الإفصاح NDA، ويفضل يبقى معاك محامي شركات مختص. وما تطولش في التنفيذ، لأن التطويل والمماطلة هي أكتر حاجة بتعرض الأفكار للسرقة. في الفيديو الجاي هكلمك عن ازاي تلاقي ممولين. قولي في الكومنتس شايف ايه اصعب حاجة في انك تعمل الستارت اب بتاعتك.